انتوا اخ منكم، انتوا احرجتوني مع الناس امبارح. سيادة الوزيرة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وشريف بيه فاروق وزير التموين. يا شريف بيه، سعادتك قلت هنوزع الدعم بتاع ال 400 جنيه على 10 مليون بطاقة تموين من 24 مليون بطاقة موجودين في مصر، وقلتوا التوزيع هيكون للاكثر احتياجا. سعادتك يا بيه توزيع عشوائي. تعال شوف يا معالي الوزير، الناس عندي في الكومنتات على الصفحة فضحتني. كومنتات ايه؟ روح شوف الناس في الشارع، واكيد حضرتك عارف اكتر مني، ولو مش عارف تبقى مصيبه اكبر. ناس يا معالي الوزير عندها اطيان وعندها عربيات، واما تاخد مرتبات واما تكسب فلوس نازلها ال 400 جنيه بتاع التموين، وناس مش لاقيه الله ده مش نازلها. قاعده البيانات يا بيه بتاعتكم مضروبه، دي مش قاعده بيانات، دي قاعده كبانيه. عمرك يا معالي الوزير ما هتوصل للي مستحقين للدعم فعلا من غير قاعده بيانات مظبوطه ومن غير سيستم. ده احنا في 2026 يا بيه. السيستم ده معالي الوزير المفروض يبقى اكتر حاجة انت مهتم انك تنفذها في الوزارة. المفروض يبقى رقم واحد في اولوياتك انك تعمل سيستم عشان تعرف يا معالي الوزير مين مستحق للدعم مين مش مستحق. الوزارة بتاعتك اسمها وزارة التموين، يعني انت المفروض جاي عشان التموين، تعرف اهم حاجة عندك مين اللي مستحق انه ياخد التموين. المفروض يا معالي الوزير كل مواطن موجود على ارض جمهورية مصر العربية يبقى معروف هو اما يقبض كام وشغال ايه واما يدخل له في الشهر. يا سيادة الوزيرة مايا، ايه الحكاية؟ في ناس اما تقبض تكافل وكرامة وهي عندها اطيان وعربيات وعزب يا سيادة الوزيرة، وفي ناس سعادتك مش لاقيين ياكلوا، ما عندهمش اي مصدر دخل، مش عارفين يضيفوا نفسهم في المنظومة. الدعم يا سيادة الوزراء لازم يوصل للمستحقين، وده لما يقول الرئيس بقاله 10 سنين مش عارفين ازاي تعملوه لحد النهاردة. قاعدة البيانات والسيستم ده لو اتعمل مظبوط هيوفر لمصر مليارات. خدوا بالكم يا سيادة الوزراء، انا لما اكلمكم انا لا عايز تموين ولا عندي بطاقه ولا عايز تكافل وكرامه، انا بتكلم عن حق الناس الغلابه اللي مش لاقيين يجيبوا كيس رز ولا كيس مكرونه في رمضان، مش هقول لكم لحمه. اقسم بالله يا سياده الوزراء الناس اللي لما تنام بالليل جعانه من غير عشاء دول في رجابيكوا، لان الدوله فعلا موفره لهم دعم بالمليارات. لو راح للمستحقين الحقيقيين مفيش واحد فقير في البلد ده هينام من غير عشاء. ما هو مش معقوله يعني واحنا في 2026 والعالم كله شغال بالكمبيوتر وبالاي اي وبالذكاء الاصطناعي واحنا مش عارفين نعمل قاعده بيانات للمواطنين. يا بيه ده ما حدش عارف يعمل اي اضافات لمواليد جديده على بطايق التموين، ولا حد عارف يتضاف في منظومه تكافل وكرامه في الوقت اللي فيه ناس عندها اطيان متضافه على البطايق وناس اما تقبل تكافل وكرامه مش مستحقين، وكله ماشي بالحب وبالمحسوبيه واللي ليه واحد قريب اما يضيفه. يا بيه لازم تحلوا المشكله دي لانها هتوفر ملايين للدوله وهتحل مشكله الفقر في مصر. يا سياده وزير التموين، يا استاذه مايا، يا وزيره التضامن الاجتماعي، الناس الغلابه اللي لما تنام من غير عشاء دول في رجبتكم وهتتحاسبوا عليهم يوم الدين. اعملوا قاعده بيانات مظبوطه عشان خاطر انا، عشان اللي يستحق الدعم ياخده واللي ما يستحقش ما ياخدش. اقسم بالله مصر كلها منور رئيس الجمهوريه لاجل مواطن هيقف يضرب لكم تعظيم سلام وهيشكركم. طب وعد مني انا عمده مصر ووعد الحر دين عليه والعشرة الكرام دول، لو عملتوا منظومه مظبوطه والدعم راح للي يستحقوا لا توسط لكم عند الرئيس واخليه قعدكم في الوزاره لحد ما تخللوا، شيروا لهم وبعتوا لهم وخللوهم عشان الغلبان ياخد حقه.